البسبوسة رغم ان هي بسيطة وسهلة لكن ممكن تبوظ بسبب حاجات بسيطة جدا. النهاردة هنشوف ازاي نعملها بطريقة بسيطة وسهلة وهتطلع معاكي ناجحة كل مرة. اول حاجة في كسرولة هنحط 125 جرام من السكر، يعني نص كوباية زائد معلقتين كبار، وهنضيف عليها نص كوباية من اللبن يعني 120 ملي، وكمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر ضيفي مكانها معلقتين من عسل النحل او معلقتين من الشربات التقيل. هنقلبهم مع بعض كده على نار هادية قوي لغاية ما السكر وعسل الجلوكوز يدوبوا تماما، والخليط يبقى مجرد دافي، يعني نحط صباعنا فيه كده نستحمله ما يبقاش سخن. بعد كده هنجيب كوبايتين من دقيق السميد يعني 330 جرام. السميد ده سادة بدون اي اضافات، ممكن نشتري الاكياس في السوبر ماركت او نجيبه من العطار، بس يكون حاجة ضامنينها عشان ما يكونش فيها زي دقيق كده. هنضيف عليها معلقتين من جوز الهند، وده اختياري، لو مش حابين جوز الهند استغنوا عنه، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هنضيف عليهم نص كوباية من السمنة يعني 100 جرام، ونتأكد ان احنا خدنا كل كمية السمنة بالشكل ده لان هي بتفرق. وطبعا لازم نبس كل السميد بالسمنة كويس جدا لغاية ما كل حبات السميد تتغلف كويس بالسمنة. بعد كده هنجيب الخليط بتاعنا اللي احنا محضرينه وهو دافي، وهنضيفه كده على الخليط بتاع السميد. هنا بقى أهم خطوة لنجاح البسبوسة، ما بنقلبش كتير، هما كده 3 4 تقليبات لغاية ما نلاقي السوائل اتشربت كده في السميد وخلاص. بالراحة جدا زي ما انتوا شايفين كده، ما تتسرعوش. كتر التقليب في البسبوسة هو الحاجة اللي بتخليها تنشف وتحجر مننا بعد كده. كده خلاص احنا مجرد ما قلبنا وامتزجوا مع بعض هنحطها بقى في الصينية. المقدار ده مناسب جدا لصينية مقاس 26. هنحط فيها معلقة سمنة كبيرة وندهن الصينية كويس جدا، وبعد كده هنحط فيها الخليط بتاع البسبوسة. وزي ما انتم شايفين الخليط ما بيبقاش تقيل قوي ولا سايل بزيادة. هنبدأ بقى نفرده في الصينية بالشكل ده ونخبط الصينية كده على السطح اللي احنا شغالين فيه، هنلاقي السطح بتاع البسبوسة اتساوى لوحده. كده البسبوسة جاهزة، ما بندخلهاش الفرن على طول، بنسيبها ترتاح ربع ساعة او تلت ساعة. في الوقت ده بنسخن الفرن على 200، بس بنقلل الحرارة ل 180 قبل ما ندخل صينية البسبوسة، وبندخلها في الرف الوسطاني. بتاخد تقريبا ساعة الا ربع، يزيد او يقل حسب الفرن بتاعتكم. بعد كده بنحضر الشربات، عبارة عن كوباية وربع من السكر يعني 250 جرام، وكوباية ونص من المية، وهنضيف عليها عصير نص ليمونة، وكمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هنرفعهم على النار يغلوا لمدة دقيقة واحدة بس. بعد كده بنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنديها تقليبة وغلوة واحدة ونطفي. الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف جدا كده. واختياري بعد ما بنطفي عليها ان احنا نضيف معلقة من السمنة، وبقى لو سمنة بلدي بتدي طعم جميل جدا، بس طبعا لو مش عايزين خلاص. البسبوسة بتبقى استوت لما بنلاقي الحواف بتاعتها خدت لون ذهبي غامق كده، يعني داخل على البني كده بسيط. لو من فوق كان اللون فاتح شوية ممكن نفتح عليها الشواية اخر دقيقتين، واول ما بتخرج وهي سخنة بنسقيها بالشربات السخن برضو. ودليل نجاح البسبوسة ان اول ما بنحط الشربات كده بتشربه على طول. كده هتطلع معاكوا دايبة ومرملة ومش محجرة أبدا. الأول بنحط 3/4 كمية الشربات، وبعد كده بنحط الباقي بالتدريج حسب ما البسبوسة تشرب يعني معانا. نعرف ازاي انها خدت الكمية المناسبة لما نضغط عليها كده ونحس ان هي بتنز من الشربات. بعد كده بغطيها كده لمدة 10 دقايق بس، مش أكتر من كده. سيبها بقى تبرد براحتها 3 4 ساعات، ممكن تدخلوها التلاجة كمان شوية. أنا ما دخلتهاش بس سبتها فعلا بردت كده بتاع 3 أو 4 ساعات، وبعد كده بدأت أقطعها. بجد لو جربتوها بالطريقة دي مش هتفروها أبدا عن طريقة الحلواني. جميلة جدا، متماسكة، وفي نفس الوقت دايبة جدا ومرملة. ونوع دقيق السميد اللي هتستخدموه كمان بيفرق معاكم في النتيجة. أنا النوع اللي استخدمته هنا سنبلة الفرات، وبصراحة جميل جدا. وبجد بقى لازم تجربوا القشطة مع البسبوسة، بتوزن الطعم بشكل رهيب، ودي هتحل مشكلة الناس اللي بتحس إن الحلويات الشرقية مسكرة شوية. شوفوا بقى البسبوسة يعني مش مستحملة اضغط عليها، شايفين الذوبان؟ دايبة جدا، وفي نفس الوقت بجد مرملة بشكل فظيع. يعني حتى لما تحبي تاكليها كقطعة كده هي متماسكة متماسكة ودايبة، يعني حاجة كده تجنن. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تسيبولي تعليق حلو زيكم لانه بيفرق كتير، وكمان لايك وشير عشان يوصل لناس اكتر. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.